ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل ولد آدم على الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل عباد الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله دليلين على ذلك. الدليل الأول قال: فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. آدم أبو البشر، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث في السنن والمسند الإمام أحمد وغيرها من مصادر السنة، يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة، وله تتمة تتعلق بالشفاعة. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي بن كعب. وقوله حتى إبراهيم فيه دلالة على أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو 5، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن. والله سبحانه وتعالى اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المقام المحمود. الإشارة في قوله هذا إلى قوله في الحديث: سأقوم مقاما، في المراد بالمقام أي المقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هو مقام الشفاعة العظمى، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة متنوعة ومتعددة، والشفاعة العظمى هي التي إليها الإشارة هنا بقوله: هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، أي في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الناس يوم القيامة يقفون على أرض المحشر، يقفون على أرض المحشر، وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، تدنو فيها الشمس من الخلائق قيد ميل، تكون قريبة جدا، ولا فيه ظل إلا ظل عرش الرحمن لمن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة أن يكرمنا أجمعين بذلك، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. انتبهوا يا أخوان، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة.
ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طوله بحياة الإنسان في الدنيا؟ كم هي حياتك أيها الإنسان في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 100؟ ماذا تقارن 100 سنة بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هذه المدة التي تعتبر وجيزة جدا مقارنة بذلك اليوم العظيم. فيقف الناس ذلك الموقف العظيم ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في فصل القضاء. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح، يقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد، ويثني على الله عز وجل بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت. ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الملائكة صفوف من وراء صفوف مطوقة بالخلائق، والناس في أرض المحشر، ويجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق. فهذا المقام المحمود الذي يغبطه صلوات الله وسلامه عليه النبيون، قال وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. كلاب هو الجد الخامس لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق الإشارة إلى ذلك في ذكر نسبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله فصلا في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد.